ماذا نفشل في تحقيق خطط الأجازة؟ أنا عارف العنوان حسسك بالذنب، بس كويس إنك موجود معانا دلوقتي. بص يا سيدي، أغلبنا في الأجازة بيكون مستني الأجازة على فارغ الصبر. بعد الدراسة على طول يقول لك إمتى تيجي الأجازة علشان أعمل كذا وكذا، علشان أتعلم وآخد الكورس الفلاني، وكتير من الحياة اللي بنكون مرتبينها للأجازة. بس للأسف بتخلص الأجازة زي كل مرة ومش بنوصل لحاجة. فهنتكلم النهاردة عن الأسباب اللي بتخليك مش بتنجز في الأجازة والأجازة بتسرق منك. كلنا بنبص على الأجازة على إنها الراحة والاستجمام والسفر، ولكن جزء قصير جدا منها كده. ولكن الجزء الباقي لو مش استغليته صح تدخل في مشاكل كتير ونشرها الاكتئاب. في مقولة جميلة لأبو العتاهية: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. هتقول التراصم ده عن معامر، هتفهم المعنى ده في آخر الفيديو، مش تستعجل علينا. أنا عارف إن إحنا طولنا في المقدمة، طيب بينا ندخل في الموضوع على طول. فجهز كوباية الشاي ويلا بينا. رقم واحد معانا هو التشتيت. حقيقي هو ميزة وعيب في نفس الوقت. التنوع وكثرة المصادر كويسة جدا انك تتعلم، بس بتروح في لوب كده وهو عايز اعمل كل حاجة واتعلم كل حاجة واتعلم حاجات كتير في نفس الوقت. دي بينتهي بيك المطاف مش بتتعلم اي حاجة، انك بتخاف تبدأ في الحاجة دي تفوت منك الحاجة التانية، ودي العقبة. تطلع من اللوب ده انك قبل ما تدخل في الاجازة تكون محدد المجال اللي تتعلمه في الاجازة دي، وتكون كاتب في نوت بوك او في اي مكان تكتب فيه المهام. تبقى عارف انت هتعمل ايه في الاجازه ومحدد كل حاجه وكاتبها. اهم حاجه التدوين، لان برضو هو من ضمن العقبات اللي احنا بنقع فيها، وهو السبب اللي انت بتسوف اللي انت مش عارف انت بتعمل ايه. فاهم حاجه تكون انت كاتب كل حاجه ومدونها ومحدد. اهم حاجه التحديد علشان مش تنسحل، مش تبقى عارف انت رايح فين. يعني انت لما بتبقى ماشي في طريق مثلا او رايح مكان، بتبقى ماشي على اشارات او عناوين انت بتبقى كاتبها، او على جوجل ماب بتبقى ظاهره لك العناوين دي بحيث ان انت تمشي عليها لغايه لما توصل المكان. وكذلك انت بتحط علامات كده او ريد فلاي او حاجه كده اللي انت تمشي وراها. فدي كانت اول حاجه معانا وهي تشييد، واتكلمنا ازاي نطلع منها. تاني حاجه معانا وهي التدوين. انا عارف انت اسمه تدوين كتير، ولكن التدوين المسبق او التدوين بشكل عام بيحفز دماغك انها تكون نشطه وواعي انت فين وبتعمل ايه. جرب في نهايه اليوم انك تدون المهام اللي عملتها النهارده كده مهما كانت تافهه وبسيطه. دي بتودينا على حاجه تانية مهمه وهي حساب الوقت الضائع. الوقت الضايع بلا هدف ده اللي بمجرد ما بتبدأ تدون هتبدأ تلاحظ إن يومك ضاع في إيه النهاردة، وتبدأ تلاحظ العادات السيئة اللي بتعملها طول اليوم بتسرق منك الوقت. ومفيش أفضل من التدوين علشان تفهم وتعرف الوقت اللي بيضيع منك فين وإزاي. هنا مربط الفرس زي ما بيقولوا، حاطط إيدك على الجرس. تالت مشكلة معانا هي مفيش وقت محدد. بص يا سيدي، أول ما تدخل الأجازة بيبدأ إعداد الإسراف في كل شيء: نوم، أكل، لعب، استخدام السوشيال ميديا، سهر، خروجات. ودي سلوكيات مع الوقت ومع طول فترة الأجازة جسمك وعقلك بيبدأ يدمنها. التخلص منها تقريبا بيكون متعب، وخصوصا ايام الدراسه بيخليك مش عايز تقوم من على السرير. على ما ترجع ريما تكون الدنيا باظت. تتعلم كده انك لازم تربط وقت خروجاتك ولعبك وتعليمك بوقت علشان تقدر تتحكم فيه بصوره طبيعيه، وتقدر تشوف ان وقتك متوزع بصوره كويسه وفي حاجات مفيده. ده بيخليك دايما حاسس بالانجاز والدوبامين، وليه الاثر الكبير اللي انت تنجز في حياتك. بيخليك نشط واعي، بيخليك مركز، لما بيخليك تحس بالسعاده والانجاز. فانت لو قدرت تخلي او تخلي عقلك يفرز الدوبامين ده من مصادر طبيعيه او من انجازات حقيقيه انت بتحققها، مش من حاجات كدابه وممكن نتكلم عنها زي السوشيال ميديا مثلا والريلز. انت عمال تعمل فيها سكرول دي، وكل شويه جت على فيديوهات ريلز، كل شويه تقلب فيديو للتاني، فيديو للتالت والرابع والخامس. دي بيبدا يفرز الدوبامين، ولكن بيفرز الدوبامين وبيخليك تدمن الدوبامين في الحاجه دي اللي هي السوشيال ميديا. وده بيأثر عليك حرفيا، بيهلك وقتك. وهنتكلم فيه برضه معانا لان هو دايما هو الهلاك الوقت الموجود حاليا هو السوشيال ميديا. فانت لو عرفت تظبط الدوبامين ده عن طريق اللي انت تظبط الحياه اللي انت بتشوفها واللي انت بتعملها وتفرزه من مصادره الطبيعيه وبكمياته الطبيعيه، انت حرفيا هتبقى وحش وهتنجز كل حاجه. بس كمل معايا الاخر. رابع حاجه معانا هو مفيش اولويه لحاجه بصوره اوضح واشمل، عشوائي ومش محدد حرفيا. ده كان بيخلق لي ازمه. بكون في الاجازه عامل زي شخص تايه في بلد مش عارف فيها حد، قاعد بخبط في كل مكان. والغريب ان التخبيط ده مش ليه تاثير لانه مش متركز في مكان واحد. فخلي تركيزك في مكان واحد وخلي كل شغلك عليه، ومع الوقت هتشوف التاثير والنتيجه ومش هتكون سريع الحكم، لان الصفه دي هتضيع عليك فرص كتير. فمش تعمل زي حالاتي. ودي من وجهه نظري كانت الاسباب اللي بتخليك مش قادر تحقق اي هدف في الاجازه انت بتحطه. فلو وصلت هنا فاحب اديك الكود ده من بنجامين فرانكل: lost time is never found again. يعني الوقت اللي بيضيع منك دلوقتي مش بتستغله ولا بتعمل بيه حاجه، هو مش هيرجع تاني. خلاص زي اللي مات مش هيحيا تاني الا لما تقوم القيامه.
كذلك فانت وقتك دي استثمره في تعلم دين، في اي حاجه تانية استثمر وقتك. وبس كده يا سيدي، ودي كانت نهايه الحلقه. فمش تبخل علينا بالاشتراك في القناه، ووعدك هتستفيد وهتغير حياتك للاحسن. والسلام عليكم.